مغربية. مهند سوري من سوريا. تشرف. إلي الشرف. نحن أصحاب رفقة يعني من زمان. des amis on est des amis. هلا هيدا أول حلقة بودكاست عندي وكنت بغيته هو يكون معايا. مهند عنده واحد القصة بغى يعاودها لينا. أنا دائما كنسمع القصة ديالو وكتجيني بحال أول مرة تنسمعها. بغيتك تشارك معنا اليوم. حلوة بتنبسطي فيها. بنبسط فيها بينبسطوا معنا كمان هنن. بغيتك تكون أول واحد كدوز معي في البودكاست باش تعاود لينا القصة ديالك ونتمنى نكونوا خفافين على قلوب العالم. والله بنتمنى. أنا كثير مبسوطة فكرة. أنا كمان والله أنا كمان يعني تشيل. نحنا تشيل اليوم ما في شيء بروفيشنال في شيء تشيل لا صح. طيب. هيك مبلشين. هيك مبلشين هيك واضح. هيك واضح. طيب مثل ما قلت لكم أنا مغربية. رح حاول أحكي شوي مغربية وشوي لهجة بيضة مشان تفهم علي بالضبط. وكمان مشان العالم يفهموا علي أكتر. مشان العالم تبعي يفهموا عليك كمان مثل ما قلنا مهند سوري مغترب مثلي بأوروبا. فبدنا نسمع قصتك لأنه قصتك كتير حلوة وملهمة مؤثرة ومؤثرة كمان. كيف فكرت تجي لهون؟ هلأ رح نحكي بالموضوع لأنه هلأ بنعرف كيف الأوضاع بسوريا كتير صعبة. فمثال حي قدامنا مشان تحكي لنا عن كيف وصلت لهون اليوم. صح. يعني بنحكي الأوضاع بسوريا تقريبا من 2011 كثير صعبة جدا يعني بشكل مزعج كثير لكثير شباب. عرفت شو؟ فطبعا بلحظة من اللحظات هيك فكرت مثلا بدي سافر لأنه الوضع كان كثير خطر. بلد فيها حرب. ما في حياة يعني كشاب مثلي مثلا. هذا امتى بلشت تفكر تطلع على برا؟ بال2012 أول مرة جربت فكر سافر. حتى كنت عم هلأ جربت ولا فكرت؟ لأنه لا فكرت وجربت. أوكي. عملتهم بنفس الوقت. نفس الوقت. أوكي. يعني قررت بدي سافر. هلأ أنا السفر عندي كثير بحب سافر. وشي كان محطوط ببالي من زمان يعني إنه بدي سافر. حتى أهلي يعني كنت كثير إنه أنا بدي سافر. وكنت حاطط ببالك إنه أوروبا؟ من ما قبل في الحرب تاني. بسوريا كنت حاط ببالي بدي سافر لأنه خيي مستقر مثلا بإسبانيا وبدي أطلع لعنده. فكنت حابب إجي على إسبانيا وعلى مدينة برشلونة يعني بحب هاي الجو هيك. فبال2012 قررت إنه بدي أقدم على السفارة الإسبانية طبعا ببيروت بلبنان لأنه بسوريا ما في سفارة. هذا بال2012 أول مرة 2011 تقريبا بآخر 2011 سكروا السفارات. صار نحن سوريين نروح على لبنان. بلشت الحرب I think بهيدا المرحلة لا؟ بالضبط. بلشت الأزمة اللي ما كانت تخلص بعد ما خلصت تقريبا. يمكن بعدها مبلشة. يلا بلا ما نفوت بمواضيع يعني تانية. بلا ما أوكي. معقدة المواضيع هي صعبة. فتقريبا بال2012 قدمت على السفارة وبال2013 قدمت 3 مرات. أوكي. وثلاث يعني مرات قدمت 3 مرات يعني 3 فيزا يعني قدم كانوا مرة عاملين سياحة رفضوا مشان مرة هيك دراسي. رفض يجيني بالرفض. فآخر مرة اجاني رفض وما بعد بحق لي قدم إلا بعد 5 سنين يعني إذا قدمت 3 مرات وصار برفض بهيدول 3 مرات بطل فيك ما قديش يعودوا يقبلوك. هني السبب كانوا إنه أنا عم قدم أكثر من مرة وهني ما في عندهم سبب ليش ما بيوافقوا لي. طبعا سببهم الوحيد إنه ما بدهم ولا أي حدا سوري يسافر نظامي. بدهم الناس تسافر تهريب على أوروبا. هاي الشيء اللي كان مشاع يعني ما كان عم بوافقوا لحدا. فأنا قلت بجرب حظي لأنه خيي هون وراق جامعة ودراسي يعني كل شيء كنت مأمن تأمين صحي بنك وكانوا يرفضوا. آخر مرة رجعت محطة إنه لا بدي رجعت على سوريا يعني أنت قدمت بلبنان لأنه ما كان في سفارة ونطرت وعملوا معي انترفيستا يعني بالسفارة. طبعا القنصل يمكن اسباني بيحكي عربي فبيحكي انت شو بدك تطلع تعمل باسبانيا. طبعا انا كذبت عليه قلت له طالع سياحة وراجع يعني. قال سياحة. قلت له قال انت عندك اخذ عسكر.
قلت له عندي آخر لأنه عسكري. عندكم إجباري أنا تجنيد إجباري. تجنيد. طيب أنا هيك من فليت من التجنيد الإجباري، يعني ما بدي لا أخدم تجنيد إجباري، وما بحب الجيش وما بحب الحرب. قلت له إيه عندنا تجنيد إجباري. قالوا أنت هربان؟ قلت له لا، بدي أرجع أخدم. بس أنت الغرض إنه أكيد تفل معك هربان، يعني ترجع. شو بدي أقعد به. بس أنت آه. كان بدك تطلع مشان الحرب ولا مشان التجنيد ولا مشان اشياء تانية؟ لك كيف كل بلشت شيء الفكرة؟ بدي اطلع مشان كل شيء. يعني اول شيء قبل ما تبلش الحرب انا بحب اطلع مثلا لبرا ادرس اشتغل فيلم من سوريا. تمام. فبعد ما بلشت الحرب صار في اكثر اسباب لانه اني اطلع. يعني عندك سبب مثلا انه اني بدي اطلع هربان من الجيش، خدمة عسكرية كانت اجبارية عندنا يعني. واذا ما كنتي عم تدرسي لا بكالوريا يا جامعة يا خلص على الجيش دايركت. اجباري. فاني هون انه لا خلاص صار لازم اطلع. فاخر مرة قدمت فيها على السفارة واجاني الرفض، رجعت طبعا انه كيف بدي اطلع او شو، ما في حل. بالضبط. يعني ما في كان في حل واحد هو تهريب. انه كيف جيت اني طبعا. فقعدت مع اهلي، حكيت مع خيي انه بدي سافر. فهني كانوا انه يروقوني شوي انه لا اقعد اسا بتدرس جامعة. انا كنت مخلص بكالوريا، عم يعطوك امل كمان. مخلص بكالوريا وبدي فوت يعني بتسجل جامعة. طبعا ما سجلت الفرع اللي بدي اياه لانه كان بالعاصمة واني بمدينة انه من عم نحكي 2013 شوي هيك. هيك تقريبا. لانه بلشت بال 2011. بلشت بال 2011 بديتي كنت تدفع الفيزا. ما عطوهاش لك 3 مرات. بال 2012 بلشت اقدم نظامي على السفارة. بعدين بال 2013 فنطرت لل 2014 لسافرت. يعني انا نطرت سنة كاملة عم تدور قدم ويرفضوني. أنا أول مرة قدمت لل 2012. بعدين سافرت لل 2014. وكم أخذ منك وقت إنه تاخد قرار إنه أنا خلاص بدي سافر التهريب؟ سافي قررت بغيت نمشي تهريب. بعد آخر رفض رجعت على مدينتي، فقاعد بدي فل خلص. فكنت مسجل بالجامعة، ونحن اللي ما بيرفع مواده بالجامعة ما بيحق له يعمل إعفاء عن الجيش، لأنه بيعرفوني لأنه عم بدرس بالجامعة. فرحت ما رفعت موادي. بدي احط اهلي تحت الامر الواقع اصلا مشان بدي بدي سافر. اهلي ما بخلوني اروح، انه كيف بدك تطلع بالبحر وكعب يموت عالم كثير اكيد. هي الفكره اصلا صعيبه غير تفكر فيها. فيها خطر كبير. بالضبط. وعائلتك اكيد غادي يكونوا خافوا عليك. طبيعي. هلا اي ام وبي بخافوا على ابنهم يعني بالنهايه. هي جدا انا بتقبله طبيعي. دونك لا فامي ما خلاوكش. هلا أنا أصلاً أهلي كانوا بالأزمة. مشكلة إنه أنا إذا بدي أطلع وفوت وأجي على البيت لازم ضل على الفون معهم، يعني مستحيل، لأنه بالليل يعني حرب بلد فيها حرب، ما في أمان. فكمان هي كانت أحد مشاكلي، إنه أنت ما بتعيشي حياة طبيعية. تمام. يعني جدا حياة مملة كحدا مراهق أو شاب، يعني مختلفة. هي أكتر ما إنه مملة، مش سيف، مش آمنة يعني. هلا يعني أنا من مدينة أو محافظة، كانت مدينتنا صار فيها مشاكل، بس فعليا حرب ما صار فيها. بس صار فيها مشاكل، خطف، قتل. أوكي بتخوف يعني طبعا، يعني أكيد بتخوف. طيب رجعت، رفضوا لك الفيزا، أهلك ما خلوك تسافر. بدي وصل لنقطة إنه خلاص أنا بدي سافر، بدي فل تهريب. قبل بأسبوع تقريبا ما فل، عم بحكي مع خيي، قلت له إنه أنا ما أجلت عن العسكرية، فيا عسكرية بفل. فطبعا بدي روح تهريب يعني. كنت هلا مطرح ما بسوريا مين ما بتسألي بخبرك عن مهربين تركيا، لأنه كان الموضوع كتير كلهم سوريين أصلا، يعني بيشتغلوا مع مهربين أتراك. فكنت عم بسأل رفقاتي والناس اللي بتطلع وكذا هيك إنه مين عم بيطلع تهريب. فكثير ناس من مدينتي وشباب طلعوا ووصلوا. موضوع عادي يعني كان. لا يعني صاروا بألمانيا. طبعا الأغلبية كان يطلع ألمانيا لأنه كانت توفر فرص. ألمانيا، هولندا، السويد، أوروبا الشرقية مثل ما بيقولوا ألمانيا. فصرت أسأل، فأكثر من حدا أحكي معه إنه الموضوع سهل. نحن بالنسبة لنا سوريين إنه يلا أو العرب بشكل عام، شو تهريب؟ يلا اطلع، ما أنت ببلدك حرب أصلا عم بتموت يعني. فبتطلع بالبحر مثلا رحلة ساعة، هاي مش رح يكون
خطورة كثير أكثر من أنك أنت الخطر قاعد بهاي بلد اللي فيها مشاكل وحرب. إيه. قبل أسبوع حكيت خيي وهيك قال لي أوكي خلص تعال نقطع وفل. فهون كنت كثير متحمس أنا إنه خلص بدي أسافر يعني. حتى رفقاتي عم بخبرهم فكريني بمزح معهم وأنا الأسبوع الجاي فالل يا شباب كذا وهيك. يلا تروح وترجع بالسلامة بطريقة المزح إنه يعني جهزت أسبوع قبل؟ ما أسبوع 5 أيام. حتى عم بخبر أمي إنه كيف يعني بدك تسافر بعد أسبوع. خبرت خلص اتخذت قرار بدي سافر. كنت عارفة إنه بدك تسافر؟ طبعا الضغط كان أكثر على خيي لأنه خيي الكبير هو اللي بده يحكي مع أمي وبيي ويقنعه. والإقناع بالنسبة هلأ بيردوا عليه أكثر مني طبعا بظل كبير لأنه فحاول أقنعهم. خلاص اتفقنا. ضبيت شنطاي طبعا شنطاي هاند. حطيت جواز سفري مصاري كل الأمور تمام. قطعت من سوريا على لبنان ومن لبنان على تركيا. تخيل هلأ في فيزا على السوريين بتركيا بس بوقتك ما كان في. لا أنا قبل ما أطلع كان بيقدر السوري يفوت بلا فيزا. هلأ طبعاً. الوضع تغير يعني أوكي الوضع تغير لأنه هني بعد 2015 بتوقع بعد 2014 بآخر 2014 صاروا بدهم فيزا للسوريين يعني. والفيزا لأنه الأتراك صار عندهم كمية سوريين أو بالبلد كتير. إيه. فوقفوا. لحديت اليوم في سوريين كتير بتركيا. هلا يمكن نحن نص الشعب السوري مهجر إذا مش 3/4 يعني ما قبل سقوط النظام. أكتر يعني أي واحد بصح له يطلع برات البلد كان يطلع إن شاء الله على مخيم بلبنان يطلع لأنه طبعا البلد عم تحكي منهارة جدا. طيب أنت بوقتها فت نظامي على لبنان وبعدين من لبنان على تركيا. نظامي كله عادي ما لأنه ما في فيزا بتعطي تيكت ديال الطيارة ومشيتي من لبنان لتركيا. بالضبط من سوريا على لبنان يعني التهريب غادي يبدأ من تركيا. القصة بتبلش بتركيا. بالضبط. فبتركيا وصلنا مطار اسطنبول. طبعا كنت بعرف ناس من مدينتي بدهم يسافروا فاتفقنا انه نطلع سوا هني شخصين. وبمطار بيروت تعرفون؟ يعني مش بعرفهم شخصيا بس عن طريقة اشخاص انه هاي الشخص مسافر على نفس الرحلة تبعك تعرفوا على بعض طلعوا سوا انه بتضلكم ولاد مدينة وحدة بتساعدوا بعض يعني. بس وصلت على تركيا كنت عارف المهرب قبل وانت بسوريا ولا لو وصلت على تركيا بعدين بلشت تدور على حدا مهرب لأوروبا؟ أحد الأشخاص اللي كنت أنا معرفيني عليه كان بيعرف مهرب بتركيا يعني كان معه رقم حدا بتركيا فمتواصل معه وماخذ منه التفاصيل كلها. وصلنا على اسطنبول. باسطنبول كنا لازم نروح على أزمير لأنه أزمير هي الأقرب نقطة على اليونان على يعني إيه لأنه بدهم يعملوا لكم يفوتوكن على اليونان من كأنه هي البوابة مشان بوابة التهريب. بوابة التهريب هي على اليونان هو البحر يعني أنت بدك تقطعي مسافة ممكن تكون نص ساعة ساعة بالضبط 3/4 ساعة. فتعرفنا عشان نحن كنا تقريبا 6 أشخاص بتذكر مع بعضنا هيك. فوصلنا حكينا مع المهرب طبعا شخص سوري يعني. حكيتوا مع وجه لوجه أو بالتليفون؟ بالتليفون وراح التقى معنا يعني بأزمير. فأخذنا على الأوتيل. أول شيء حجزنا أوتيل لأنه ما فيك تطلعي دايركت. هلأ أول شيء نحن طلعنا برد وشتاء وهي الأجواء البحر فيها بيكون مثلا الأيامات فيه الموج عالي طبعا وما في أي مثلا عم تسافري بقارب فبيكون خطر كثير يعني. أكيد. حكينا معه شافنا بعث لنا حدا قال إنه هو عنده أوتيل. هلا ما بعرف إذا الأوتيل إله أو هو مستأجر الأوتيل بس هو فعلا عنده أوتيل يعني. هو بالنسبة لهم تجارة يعني أكيد. مصاري بتدفعي مصاري. فهي المهرب إنه على أساس نحن تواصلنا معه لأنه في عندك طرق للتهريب. هلا في ناس بتروح بالقارب المطاطي اللي هو بيقولوا له بالم. في ناس مثلا بتروح بالقارب الصيد اللي هو بيكون أقل خطورة من القارب المطاطي. أوكي كأنه يعني تهريب درجات أسعار يعني كل شيء وسعره معه بالضبط يعني. القارب المطاطي هو هي أرخص شيء مثلا بس خطر
يعني انت اذا طلعتي موج عالي ممكن يقلب هاي القارب والناس اللي فيه تموت. اكيد. هلا هو صح كبير، وهو بس شو الفكرة تبع قارب مطاطي اسرع انه انت تطلعي من البوت العادي، القارب العادي. كلارو طلعنا، حكيت معه، رحنا على الاوتيل، طلع عنده على الاوتيل، استأجرنا غرفة. طبعا بتركيا ظلينا اسبوعين تقريبا. اسبوعين ناطرين. لانه يوم انه اوكي اليوم بالليل يلا ما نطلع، بدقوا لنا على الاوتيل، فبصير في موج او الجو مش منيح بتلتغي الرحلة. طبعا نحن كل يوم على هي الجو يعني. بس انتوا هالاسبوعين كنتوا قاعدين كل يوم عم تستنوا انه يقلكن خلص اليوم بدنا نطلع، او في شيدات معينة بيقلكن لا بدنا نطلع مثلا يوم كذا كذا؟ أو هو كان يحدد لنا كيف؟ يوم، مثلا انه يقولنا الاربعاء نكون نحن يوم الثاني، قلنا الاربعاء ممكن تكون الرحلة فانتوا خليكن جاهزين. فنحن الاربعاء طبعا الرحلة بتكون بالليل مش الصبح، فنتجهز بالليل وهيك نحكي معه، قلنا لا تأجلت الرحلة. فهمت عليك. ننطر اثنين، يعني بتكونوا عاملين حسابكم انه بدكم مثلا تطلعوا اليوم بس ما بتطلعوا، ما بطلوا نطلع. تطلعوا. بالضبط، هي يا يكون الموج عالي يا يكون بيصير شيء ايه. بالضبط. فالمهم يوم يومين ثلاثة، طبعا نحن بتركيا سياحة انه عم نطلع يعني بدك تغيري جو تتسل، ما في انه شو كنت ناطرة. حاسس بهالاسبوعين؟ كنت خايف شيء؟ لا هو ما كان مبلش عن جد؟ الخوف هون. طيب بمرة من المرات وانت بتركيا بهالاسبوعين فكرت شي مرة انه خلص بدي ارجع؟ لا عن جد؟ كنت متحمس، والله متحمس انه اول شيء هلا كنت بعدني مش حاسس بخطورة الرحلة. اكيد حيث جيتي نظامي من لبنان بالضبط، يعني وبعد طيران تركيا. ورواق وقاعد بأوتيل وعم بطلع بتركيا ولكن فاش لقيتي راسك بوحدك ما فكرتيش نرجع اللور؟ لا ولا ابدا، يعني ما كان ببالي انه بدي ارجع، لانه اصلا عارف اذا بدي ارجع بيمسكوني على الحدود بياخذوني على العسكرية. على العسكرية. هي اذا ما تحكمت يعني. فانطرنا بيوم من الايامات، حكى معنا المهرب يلا جهزوا حالكم اليوم، خلي خلص على الاكيد. على الاكيد جهزنا الامور. على اساس تطلعوا على اي ساعة؟ بالليل بالنهار شو؟ خبرنا انه لازم نطلع الساعة 11 بالليل. فخبرنا انه 10:30 في انه حديقة عامة نلتقي بهاي الحديقة، وفي 30 شخص نحن ما نطلع بهاي الرحلة، ونحن 30 شخص فقط على أوروبا. قلت له ما بتعرف حدا فيهم؟ هلا بس بعرف الجروب اللي معي، نحن كنا 5 أو 6 أشخاص. مش كان في متذكر معكم بالضبط. صبايا؟ كان في معكم نسوان أطفال صغار؟ كل شيء، كان في صبايا شباب أطفال صغار نسوان كبار بالعمر. واو. يعني طبعا يعني أنا بتتفاجئ إنه كان فيها نسوان كبار بالعمر. أنا أسأل إنه هي مثلا إذا كيف تسبح بس، أو إذا صار شيء يعني أنا مثلا بعرف أسبح. طبعا أنت بنص البحر إذا غرقتي ولا حتى سباح عظيم ممكن يعرف يسبح، لأنه أول شيء عتم. أكيد الموضوع خطير كثير. خطير جدا طبعاً. يعني حتى إذا أنا بعرف أسبح بس ممكن 90% ما ينجى من الموضوع. فبتشوفي هاي الأشخاص أصلا، هاي الناس بتعطيكي طاقة، أصلا مش فرقاني مع أنه خلص يلا بدي سافر، وماخذين الموضوع هاي الشيء اللي بيريحك. بيمزحوا رحلة مزح وتسلاي وجو، يعني مبسوطين. بس يمكن ما بعرف عم بيغطوا الخوف بهيدا المزح كمان ممكن بيغطي الخوف تبعه، لأنه أصلا هو نحن كنا بعدنا مش حاسين بالخوف، ما حدا من بتركيا والأمور رواق، يعني بعدنا ما طلعنا، ما بلشت الرحلة. طيب بس قالكن إنه جهزوا حالكم اليوم بدنا نطلع سيوسي. خلص. ورحتوا وصلتوا على شو قلتي اللي كان في حديقة أو شيء؟ حديقة عامة اجتمعنا فيها، صرنا نشوف عالم كتير، طبعا كله سوري. طلع هيك والله السوري كثار ومن جميع المحافظة كل اللهجات. فتجمعنا، اجا شخص سوري بيعرف يحكي شوي تركي. هلا بتركيا ما بتعرفي تتعاملي مع حدا غير تركي، غير اذا شفتي حدا سوري يساعدك. هن معروفين انه بيحكوا لهجتهم وخلص. لا انجليزي لا عربي ولا سانسكريتي ما عنده. تصطفل انت. فوق دبر حالك. هيك الموضوع. فاجا شخص يا دوب اصلا بيعرف يحكي تركي مع الجروب اللي مسافر. اجا شخص بسوق فربونيتا
شاحنة. براد شاحنة يعني شاحنة مسكرة مثل براد اللي وزعوا فيه خضرة ولحم وهيك صف. قال يلا اطلعوا. شو طلعوا وين طلعوا 30 واحد واثنين قدام والعالم. خلص طلعنا مع العالم. طبعا يعني كيف التعبير مثل الدجاج او الغنم او الحيوانات بالسيارة طالعين كلكم فرد مرة وكلنا ملصقين ببعض يعني عرفتي شوف. وبلش هاي الشخص يسوق هاي الشاحنة. طبعا نحن جوا أنا عتم مش عارف أصلا مش شايف وين ولا شايف طريق بس سامع عالم لأنه بالليل إيه. لا لأنه ما فيها أصلا شيء تتنفسي منه. ما كانش ما كانش فيها هيك شباك space. صغير بيوصل على السائق وعتم. وهي أنا مش شايفه بعيد عنه للشباك. أنا بزاوية جيت آخر واحد بزاوية هيك وقاعدين. طبعا هون بلش يمشي ساعة وربع. أي إنه ساعة وربع وين على سوريا. إنه صرت إنه وين ما خدنا ساعة وربع تأخر كثير. وما كنتوا خايفين إنه يمسكوكم أو شيء؟ بس تأخر الوقت إنه ساعة وربع. هلا حتى العالم بهي سكتت. كانت العالم أول شيء مزح خلص هون بلش ويلعبوا الجد. وطبعا الشوفير التركي كيف وقت تتعاطي معه والتعامل ما بيفهم. فالناس تدقدق له على الباب وما يرد. ضل عم بيسوق. فجأة وقف هيك نزل فتح الباب. طبعا بيحكونا بالتركي انه انزلوا يعني نزلنا. كنا هيك مثل بجبل. طبعا انا اضطرعت رقيت القارب تحت على الشط. بدك تمشي مسافة. وصلتوا على الشط مشان قبل ما نوصل على الشط كنا فوق بموقع مثل يعني جبل. بدك تنزلي بدرج لتوصلي على الشط وطريق ترابي. فطلعت على القارب شفت بحر. قلت اوكي بعدنا بتركيا رواق الامور. ارتحنا اصلا كلنا. فهذا المهرب اللي متفقين معه اني مره كنت عم بساله قلت له انه اوكي هاي قديش بيسع القارب. قال لي انه ماكسيموم 35 شخص اكثر من هيك ما. وانتوا كنتوا 30 شخص قلت؟ نحن تقريبا 30 او 33 شخص يعني. قلت اوكي نحن 33 شخص رواق الامور. لانه اذا بتحمليه اكثر ما القارب هي اشخاص عد اشخاص ممكن يوقع. فنحن وصلنا على القارب فيه 35 ثانيات عم يستنونا. عن جد يعني نحن ثاني فوربونيتا ثاني كاميون فوج بالضبط. فطلعت عم بحكي يعني القارب بيحمل 35 شخص بالكتير. انتوا ما كنتوا 30 واحد وفاش وصلتوا لقيتوا قبل منكم كاين ديجا 30 او 33 واحد. أنا شفت اصلا وصلت القارب مليان في عالم كثير هيك. ونحن واصلين 33 34 واحد. عم بطلع انه كيف بدنا نسع بهي وعالم اطفال صغار واولاد وصريخ. بيكون كل شيء مدفوع قبل. اعطيتوه فلوس قبل. شوفي شو الطريقة انه انت ما بتدفعي له انه يلا بتعطي هاي المصاري بلكي ما رحت الرحلة. فبتروحي على مكتب. فهاي المكتب بتحفظي فيهم مصرياتك وبتاخذي فيهم مثل كود رقم سري. وبس توصلي الرحلة بتعطيه الرقم السري وهو بيقدر يفك منهم المصاري. فرحنا على هاي نحن المكتب حطينا كلنا المصاري معنا ارقام السر مشان نحن بس نوصل. انا ببعث له اياها على الواتساب وهو بيروح بيستلم مصرياته. طبعا وصلنا نزلنا على القارب. هلا هون عاد تفكير انه نرجع او لا. هو خل معنا بالاتفاق هون. حكى معنا انه 35 شخص ماكسيموم. نحن وصلنا في 30 او 35 ناطرينا. طبعا هون ما فيك ترجعي لانه اصلا الاتراك هذول مسلحين وطلعونا غصب. يعني كان في ناس بدها ترجع والله. ما بدها تطلع. طلعون غصب. ما في انه انت خلص وصلت لهم ما في ترجع. فصار بالتركي يصيحوا علينا وطلعنا. فقلت اوكي خلص يلا. هون مش خوف توتر يعني. ما كان في خفر سواحل. هلا بلا مرقنا من حد خفر السواحل التركي واليوناني. بس مرقونا لانه خلاص متفقين مقبضين المصاري. عن جد طبعا هاي يعني كان في خفر سواحل باليونان وبتركيا كمان. طلعنا. هلا
طلعنا ما بعرف كيف طلعنا، بس يعني نحن طلعنا والقارب عم يعمل هيك عم يموت. والليل ليل عم بحكي لك ما كانت في ضوء، ما الساعة في شيء. 12 بالليل. ايه 12 بس بالليل. بيضلوا يعني ما في، عتمة. يعني ما نحن على قد الشط ما والو. في غير ضوء القارب اللي نحن فيه. اكيد، وما غتشوفوا والو. كل ما دخلتي البحر اكثر، كل ما بقيتي كتشوفوا. بس فعم نسأل انه طبعا اللي عم بيسوق القارب، شوفي انه اللي عم بيسوق القارب هو شخص سوري. هو كمان بده يطلع تهريب، بس هو عنده خبرة انه بيقدر يسوق قارب، فهني مخلينه يسوق القارب، وفي العائلة تبعه موجودة عند المهرب بالأوتيل، فهو بيوصل رحلتنا ولازم يرجع بنفس القارب على تركيا مشان ياخد عائلته. بيطلع بعائلته بالرحلة الثانية، ممكن بيطلعوه ببلاش أو ما بعرف، يعني في ايه، اتفاق في كواردو اتفاق بينهم. بينهم. طيب. بالضبط. اوكي. فطلعنا طبعا ما في مابا، ما بعرف كيف هني، يعني انه كيف هني بدهم بيعرف يوصلوا، ما إنه بعرف بده كيف يوصل اصلا بدهم يوصلوا. بطريقه. شخص اول مرة بيروح على اليونان. هلا ما بتوقع راح يكون أول مرة، لأنه إذا وصل يعني منيح وكله تمام ما بظن إنه أول مرة. هلا هو بالنسبة له كانت اول مرة، فهني مثل مفهمينه انه كيف بده يوصل كيف يرجع. أوكي. فطلعنا، فأنا كنت عم بحكي المهرب تقريبا أسبوع أسبوعين أنا وياه بتركيا، صرنا نطلع كثير، فكل فترة أطلع أسأله كثير عن الرحلة إنه شو بصير شو، فكل حكيه كان كذب طبعا، إنه مشان يطمنك هو إيه أكيد. إنه لا لازم هو تطلع بالنهاية بده تسافر. يقبض بالضبط، بده ومشان مصريات. يسفرك. إيه. فهو خبرني إنه الرحلة يعني تقريبا من نص ساعة ل 45 دقيقة ماكسيموم. إيه. فنحن طلعنا، اوكي طلعنا، انا طلعت طبعا بالقارب جايبي عند الاول شيء مطرح ما المي بتطرش وشتاء درجات حرارة جدا منخفضة كتير. كثير جليد يعني. فطلعنا بلش يمشي، طبعا أنا بس بلشت، انا بس ما عاد شفت ضوء بلشت خاف، لأنه انت مش شايفة شيء ولا اي ضوء. بس ما بينفع بشي لأنه ما فيك ترجع لورا. ما في، ما حدا بده يرجع يعني. فيمشي يمشي يمشي ساعة ساعة ونص ما عم نوصل، ساعة ونص ما في ضوء. يعني نحن بالبحر أنا مش شايف ضوء جزيري، ضوء مديني، أي شيء قريب ضوء علينا لا. كنتوا ساكتين بهيدا الوقت ولا كنتوا عم تحكوا؟ لا ما كيف حدا، كان ما الجو؟ حدا بيحكي شيء. أنا طلع سيجارة دخن وطلع الثاني بعديها يعني عم دخن ورا بعض. طب والأولاد الصغار والنسوان اللي كانوا هلا معكم شو وضعهم؟ شو كان؟ الأولاد الصغار كانوا تحت، يعني مثل في عندك مثل هو دوس بلانتاس، يعني طابقين. بالضبط، كانوا الأولاد والنسوان تحت، مثل الشباب والصبايا فوق على بالبرد بالمفتوح، والصغار بالمسكر. فأنا أصلا ما كنت سامع صوت العالم يعني، لأنه ما كان حدا الموج بيحكي. المي وصوت المي عم تضرب بالقارب ما عم بسمع العالم يعني. بس أوكي عم بسمع مين؟ عم بسمع اللي سائق واللي معه. روح على اليمين، روح على اليسار. فهو انه وين ماخذيننا؟ ما في عندهم فكرة اصلا، ما بعرف على اي اساس هني طالعين يعني. طيب ضليتوا بالبحر ساعتين؟ هيك تقريبا او اكثر يعني. انا شفت ساعتي بس وصلنا على الجزيرة باليونان كانت الساعة 3:15 بالليل. يعني احنا طالعين من الاوتيل من 10:30 ل3:30 لا وصلنا. لو وصلتوا على اليونان؟ لو وصلنا على اليونان بعد كل الرحلة هاي الطويلة. طيب بدي أعرف، بس وصلتوا على اليونان بهيديك اللحظة، هلا أنا بس صرت شوف ضوء جزيري، تشوفي أضواء بعيدة عليك كثير بس ضوء، فبترتاحي يعني. ترتاح شوي أكيد. أوكي وصلنا واصلين يعني، أو وصلنا يعني. فوصلنا بتصير الشط هاي الجزيرة صخري، فنحن القارب المانا ما بيفوت على الشط. يعني انت وقت تنزلي قبل بمسافة، لأنه القارب كل ما صار يقدم كل ما الصخر صار يضرب فيه. وممكن يصيروا شي للقارب طبعا. وبتذكر انه المهرب او اللي كان بيسوق القارب خصه يرجع عند عائلته،
ما يمكنش يوصلكم حتى للشط بالضبط باش ما يتهرش، ما يوقعش شي حاجة في القارب. صحيح. هاي اللي صار، انه هاي الشخص ما بده يخاطر، لانه القارب اذا ما رجع هاي عيلته ممكن يصير يعملوا لهم شيء او يأذوهم. فهو طبعا العالم هون صار الجو كثير مكهرب. عشقة، ايه. كلها عم تحكي والكل عم يصيح والأولاد عم تبكي وناس بدها تنزل وناس ما بدها تنزل. لكيف بدهم ينزلوا؟ ما بيعرفوا يسبحوا. هون الموضوع، الفكرة انه هو الشط صخري، بس الشط الصخري دائما يعني في مسافة بس تقربي خلص بصير فيكي انت تطالي، ما في العمق تبع الرملة، يعني عمقه اقل. طبعا بس لا نفسيا هو الموضوع نفسيا كتير الموضوع، ثقيل. وبالليل وبرد، انه كيف بدك تنزلي بالمي بالبرد. هون الموضوع. هلا انا كان في معي شخص تحت السن القانوني مسافر عمره 19 او يعني لحاله. 18 سنة. لحاله مسافر. كان بيي ودعه بمطار بيروت وتعرفت عليه، مش متذكر اسمه، صار له زمان كثير القصة. ايه اكيد. فهاش الشاب ما بيعرف يسبح، يعني اصلا يمكن ولا يكون ولا مرة رايح على البحر، ما بيعرف ولا البحر. كان يقول لي ما بعرف اسبح والموضوع هيك. كان قلت له خايف. خايف. قلت له كثير موضوع سهل، السباحة ولا اسهل، انت بس رخي حالك تزبط امورك، رخي هيك وانت معك سترة انقاذ وما رح يصير لك شيء، ما تخاف وهيك. عم تشجع. بشجعه لانه خلص وصلنا يعني كيف ما كان بتسبحي 200 متر بتوصلي انه مسافة انت صرتي شفتي الشط قريب عليك. فهي تبع القارب صار يرجع شوي، بس يضرب معه بالصخر يوقف. اخر شيء تبع القارب حتى ضاج من العالم انه خلص بدك تنزل نزال، ما بدك تنزل رجع معي على تركيا. فاني هاي الشاب كنا اصلا بعكس الجزيرة، يعني نحن بأول القارب والقارب صف بالعكس، فنحن مش شايفين الجزيرة وراكم. فهاي الشباب بحكي أنا وياه، قلت له يلا قصة بيجي دورنا بننزل وهيك، قال أوكي. فزتيته لا والله. دفشته من القارب ونزلت وراه. طب بس هو دفشته شو صار فيه؟ هو عم بيصرخ كان عم بيصرخ لأنه أنا شفت عالم خلص عم تنزل وطايلي، يعني الشاب الطويل يعني فيه هو يتمشى شوي، يعني هو إذا بس شوي بيسبح رجليه بصير غتوصل يمشي. للرملة لأنه هو الحجر. طويل، إذا كان طويل يعني طوله كان مناسب بيصير. يعني بيصير. فهو صار خلص توتر، تهديته شوي. طبعا سطرة الإنقاذ ما عم بيغرق، هو سطرة الإنقاذ شايلته يعني فوق المي. فسحبته شوي شوي. طبعا في أشخاص أولاد أطفال ونسوان كبير بالعمر، أنا ما استوعب كيف أصلا هني نزلوا من القارب، لأنه كان في مسافة إنك أنت تزتي حالك، يعني مش عم تنزلي على رمل، عم تنزلي على مي دايركت، ما بتعرف شو المسافة. ما في شيء، وكمان ما بتعرفوا شو في حواليكم لأنه الليل قلت لي ما في إضاءة، ما في ضوء. ما أنا مش شايف شيء، يعني شايف بس الضوء. بلا ضوء القارب هو خفيف كثير، مضوي شوي على العالم، يعني الناس على فلاش الموبايل تبعي. فوصلت أنا وياه على الشط. طبعا نحن نزلنا، ما أنت بتنزلي خلص بتصيري كلك مي. يعني لحد شعري لحد كل شيء كله مي. فنزلنا صرت كلي مي، حطيت اغراضي شنطايتي كل شيء. فرجعت هو رجع، يعني رجعت انا وياه نشوف انه العالم بس نساعدها، نشوف انه مين ما بيعرف يسبح. صرتوا تساعدوا بعضكم يعني، لانه خلص ما في. طبعا بتسمعي ناس اللي ضيعت ابنها بنفس اللحظة. بنفس اللحظة. ابني ما صيت، ابني وين راح ابني، وين ابنه. ناس انا شايف بس سطر انقاذ، هاي النرنخة اللي عندها لوف برتقالي، لون برتقالي. وما بيضووا بالبحر، شايف ناس مع سطر انقاذ وشباب بتسبح ترجع. وطبعا كله معه حدا مرافقه، يعني عرفتي كيف، كل عيلة مع شاب او اثنين عم يساعدوه هيك. فوصلنا هون على الشط. طبعا أنا كان معي خط تركي، بعثت لخيي قلت له انه وصلنا خلص روقاني. مهم. والخط التركي لساته كان شغال بال ما بعرف كيف شغال، ما عرف. بعث معي ظل شغال معي ما في نص ساعة وفصل، مع انه موبايلي بالمي وغرق وتعب والتراب ووسخ.
طبعا هون اللحظات البرد أوعية أنا مش يعني سطرتي مش قادر أشلح ولا أحرك أي شيء بجسمي. بدي حدا بس من يساعدني البرد. أشلح الكنزة أو بدلها. طبعا كلنا أواعينا مي، يعني ما حدا برد، درجات حرارة جدا واطية يعني. فنطرنا طبعا، وصلنا بالليل. كان في بلان عندكم براسكم يعني بس توصلوا على اليونان، ولا هيك رايحين على عمياني؟ ما حدا بيعرف شو البلان، خاص انه نوصل على الجزيرة وبعدين بهاي الجزيرة بنشوف شو الوضع. هاي المهرب قال لي انه بس توصلوا على الجزيرة تستنوا ليطلع الضوء، وبتطلعوا على في كنيسة بهاي الجزيرة، ومن هاي الكنيسة فيك تشتري انه اتصالات. بهاي الكنيسة بيطلع عليها مثل بازات، وهي البازات تنزلك على السنترو دي لا ثيوداد يعني. فالليل طبعا بازات يعني لبس مشان العالم كمان. بوسس بالضبط. ايه بوسيس. فوصلنا نطرنا ليطلع الضوء، قاعدين صرنا نشعل سطر الإنقاذ. يعني كان في ناس مشان تدفوا فيهم طبعا متوصلة على الشط كله سطر إنقاذ. يعني هاي الشط اللي بيوصلوا عليه قبلكم. ايه هاي الشط بتوصل عليه العالم. يعني هنيك الشط كله برتقالي نرنخة كله. فتصير تروح ندور على السطر الناشفة ونشعلها باش تشعلوا فيهم العافية باش يسخنوكم، لأنه كنتوا فازقين وباردين. فنجمع هاي السطر فوق بعضها ونشعلها، ننشف حالنا ندفى بأي طريقة. يعني ما في خشب ما في شيء، والشط كله صخر وما في رمل، يعني هو صخور. فنحن واصلين ما في خشب تدوري عليه تشعل ولا أي شيء. اوكي. فبس صفنا صار يطلع الضوء شوي، مشينا صرنا نمشي. فكيف بتعرفي الطريق من سطر الإنقاذ اللي للعالم يلي كانوا قبلكم بالجزيرة يلي بيشلحوه هون، بيشلحوا السترة وبيعلموا فيها الطريق للي رح يجوا بعدهم. بالضبط. فصرنا نمشي ورا السطر. طبعا صرنا نشوف باليونان، توصلنا على الجزيرة بتلاقي العالم تبع ناس عم تشتغل بأراضيها، عندهم شجر برتقال وزيتون، يعني كل حدا بأرضه فايقين بكير عم يشتغلوا بأرضهم. بالضبط. لأنه انتوا فليتوا من الشاطئ الصبح بكير، تخيل. لا لأنه يعني قالكن المهرب بس يطلع الضوء فيكن تفلوا، فأنتوا هيك عملتوا بالضبط. وبس كنتوا رايحين على الكنيسة بطريقكم كان في عالم تشتغل بأرضها كي يخدموا في الأرض ديالهم، فايقين الصبح بكري. بالضبط. وهي العالم صار يعني هي العالم بتحس مجهزة حالها وعارفين انه رح يجي ناس، فمعهم مي ومعهم نرنخة. بالضبط. وبيأشروا لك انه الطريق من هون، مثلا طلع من هون. فتقريبا مشينا ساعة ونص باش وصلتوا إلى الكنيسة. لأنك يعني نحن على الشط، وبعد الشط في الأراضي المزارعين هي، وتوصلي على الكنيسة هي بالجبل، وما بعد الجبل بس توصلي على الكنيسة المدينة بعد الجبل، يعني تحت بتصير بالمسافة كتير بعيدة. فوصلنا على الكنيسة. طبعا تشوف الناس سوريين كثير، الجزيرة كلها سوريين. شو اسمها الجزيرة؟ تتذكر شيء؟ ما كنت أتذكر اسمها فكرة الجزيرة. تمام. فوصلنا، اتفقنا احنا الجروب انه هلق بهاي بس توصلي على الجزيرة لازم تروحي على مركز اسمه مركز لاجئين. فبتاخذي ورقة مثل طرد برات الجزيرة، مشان انت ما تقدمي اصلا لجوء باليونان. فانت والهدف انه مش تقدم لجوء باليونان، الهدف انه تفوت على اوروبا. بالضبط. فبتقدمي الداتوس، يعني بياخذوا الباسابورت الداتوس كل شيء بيسجلوهن، بيعطوكي ورقة بيطرد انه هاي بتقدري اصلا تسافري فيها جوات اليونان، بس جوات اليونان. بس فيك تطلع فيها من الجزيرة يلي انتو كنتوا فيها. طبعا صح؟ بالضبط. لانه احنا هاي الجزيرة لازم نطلع بالباخرة السياحية على العاصمة اللي هي آثينا. اوكي. وبآثينا هنيك معنا رقم مهرب ثاني مشان كل حدا بده. يعني هلق بآثينا العالم تترك بعضها. ليش؟ لأنه حدا بيروح على ألمانيا، حدا بيروح على
كل واحد هولندا، ووجهته كل بأوروبا. واحد وين هو بده. هلا المعروف إنه كان أغلب السوريين بيروحوا لألمانيا لأنه اللجوء السياسي أو الإنساني أو بالضبط. كذا فيها سهل. وهي أصعب طريق. يعني أنا بالنسبة إلي صح فليت إنه هذا بالنسبة لي رحلتي كثير سهلة مقارنة لكثير مع عالم ثانية. بالضبط. يعني في ناس ماتت، أوكي. في ناس ماتت من البرد أصلا بالغابات، في ناس ماتت بالبحر. فأنا الحمد لله كثير كانت رحلتي سهلة. يعني بالنسبة بتطلع على ناس عانت لتوصل أو ناس أصلا من الأساس ما وصلت. إيه. بالضبط. فالتجربة إنه تعد كثير ممتاز، كثير منيح. أوكي. فكنت أنا وشخص بنروح طيران. ما هو يعني برجع بيحكوا لك تهريب أسعار. فيك تروحي بر ها أرخص شيء، فيك تروحي طيران هي غالي. إيه. هلا أنا عم بشوف أحيانا إنه في عالم راحوا بر والشغلة كتير صعبة لأنه بيمسكوهم بيضربوهم. في عالم بتموت وهي رايحة بر عن طريق البر. بالضبط صحيح. هاي اللي صار مع أغلبية ناس طلعت على ألمانيا يعني. بس أنا طلعت وصلت على أثينا على العاصمة، فكان معنا رقم مهرب عراقي أو مش ما بعرف إذا عراقي أو بيحكي عراقي. فالمهرب عنده لقب أبو الطير. المهرب اسمه أبو الطير. لقبه أبو الطير. أوكي. يعني معروف بأبو الطير. أبو الطير. هاي حتى على موبايلي كان مسجله أبو الطير، ما له اسم. فوصلنا على وطبعا ما بتشوفه بشكل مباشر. لا بلا بشوفه بشكل مباشر لأنه هاي طلع اللي بيشتغل عند المهرب اللي بتركيا. نو اللي باليونان بس الكبير، يعني المهرب الأساسي. هون يمكن على الأغلب عراقية أو المهم حكينا مع أبو الطير. قالوا أبو الطير نحن باليونان. كنت عم بتواصل معه من وقت كنا بتركيا، وهو قال بس توصل على أثينا بتحكي معي أوتيل منظبط لك كل شيء، أمورك رواق بتكون. حكيت مع أبو الطير، إجا أبو الطير على الميتور. الطير زلمة كبير بالعمر عن جد. وبالطير حدا بيحب يحكي كثير. أول ما وصلت على أثينا شفته لأبو الطير. أول ما وصلت على أثينا شفته لأبو الطير. هو اللي أمننا أوتيل. طيب شغلة نسيت أسألك إياها. وصلت على اليونان وكله تمام. كيف خبرت أهلك؟ صح. ما في قصة كثير غبية وحلوة بس بنفس الوقت وبشعب. طيب احكي لي. هلا أنا باليونان بهاي الجزيرة، أنا بالعادة كنت بتركيا مش نايم أبدا. يعني يومين توتر قلق، يوم بدك تطلع يوم لا هيك مش نايم. فاللي صار بس وصلت على المكان اللي عم بسجل فيه المعلومات مشان يعطوني هاي الورقة ونفل. حاولت اخذ واي فاي، تواصلت مع خيي، تواصلت مع امي، رواق الامور، خبرتهم انه وصلنا، الكل مبسوط، رواق الامور تمام. فبعد ما اخذنا الورقة اخذنا اوتيل. فاخذنا اوتيل، وهي الاوتيل فهي الجزيرة على البحر، والاوتيل تبعها مش هو عبارة عن غرف بعيدة عن المركز الريسبشن تبع الاوتيل. فنحن بهاي اللحظة أنا وصلت وقت أخذنا الأوتيل كانت الساعة 2 الظهر يمكن. فما أخذت واي فاي بالأوتيل، رحنا أخذنا الغرف تبعنا. فقلت بدي روح أحط إغراضي بالغرفة وأرجع أحكي مع أهلي. فهون أنا واصل بعدني مي تراب كل شيء بيصار بهاي الرحلة بعده موجود فيه. يعني بس عم بستنى أنه بروح باخذ هيك حمام سريع وبرجع بروح بحكي مع أهلي. فرحت وصلت على الغرفة، أخذت حمام سريع، فبس هيك ارتحت على التخت شوي. فقت الساعة 2 بالليل، يعني فقت بعد 12 ساعة. يعني ما خبرتهم ولا خبرت أهلي ولا شيء. هاخوني الوضع كان صاير كثير فيهم صعب. وخيم يعني عم بخبر أمي إنه حكى معي وأنت ما حكيته. أنا لا حكيته ولا شيء. وهو طبعا بوضع إنه شو بيعمل، إنه بيجي على اليونان بدور علي بينطر. وتخيل إنه أنا من التعب ولا هيدا الشيء بس وصلت على أثينا. بس أنت خبرتني إنه بس وصلت على اليونان كنت قلت له بس وصلت على الشط
قلت له خبرته. وبس قلت له لسه عم باخذ ورقة انه هي الورقة الطرد وبدنا ناخذ اوتيل. بس وصل على الاوتيل بحكيك. ما هونيك حكيته. لا، قطعت الاتصال. اوكي. ونمت. وحدا مثل اي شيء الساعة 2 بالليل فيقني انه خلص قوم اهلك جانين يعني امك كذا. فخدت 2 بالليل. طبعا 2 بالليل الاوتيل اللي نحن قاعدين فيه صاحبينه ختيار وبنته. فهني بسكروا الساعة 9 الريسبسيون يعني ما عاد فيك انت. 2 بالليل عم بخبط عليهم بدي واي فاي ما معي بدي احكي مع اهلي. خبط عليهم ساكنين جوا بالاوتيل هنن كمان؟ اي ساكنين هن جوا بالاوتيل. ففاقت بنته انه شو انت اخوث شو عم تعمل يعني اهبل شو عم تقني. فقلت لها انه بدي واي فاي ما لو سمحت حكيتهم. يعني. والمشكله انه الواي فاي ما بيوصل على غرفتي. مهم. بدك تكوني بالريسبشن الريسبشن مشان انت تقدر تاخذي تحكي. واي فاي. فاخذت حكيت مع خيي طبعا. قلت له نمت. ما فيش وراك شيء. نمت. تعب هلا من التعب اكيد. من التعب. وانا ما يعني بنيتي ما بدي انام. خلص حطيت راسي هيك قلت 5 دقائق وبدي اقوم احكي معها. مهم. طيب طبعاً حكيتها 5 دقايق، لامك 12 ساعة راح. وحكيتها لامك بوقت. حكيت امي كل شيء رواق كل شيء تمام. طمنتهم اني منيح اموري تمام. ويعني كان باقي ايامات رح اشوف فيها خيي يعني. إنه وصلت خلص يعني. إيه. اصلا الطريق صعب. وشو كنت حاسس بوقتها بس وصلت وحكيت مع اهلك؟ هلا هون يعني بعد ما وصلت على اليونان الرياحة نفسية انه شو ما كان اني باوروبا. يعني انه ارجع على سوريا خلاص مستحيل. مهم. طبعا تركيا ما يعني مش ما بينعاش فيها أصلا. يعني مش طموحي اقعد تركيا صراحة يعني. طيب قديش ضليتك بأثينا قبل ما ترجع تسافر؟ بأثينا تقريبا 15 يوم. كمان يعني 15 يوم بتركيا و15 الثانية بأثينا. بأثينا ما بطير. اوكي. فبطير طبعا بده يأمن لي. بطير بتعطيه مصاري بيشتري لك تكت طيارة. وبيشتري لك البطاقة اللي هي النية. يعني أو بطاقة حدا هوية ثاني. أوروبي حصرا مشان تسافر فيها بالمطارات. يعني كي يزور الهوية ديال شي واحد آخر باش تقدر انت تسافر بيها. بيجيب لك هوية شبيه حدا بيشبهك أوروبي. وبيكون بيشبهك عن جد؟ يعني بدوروا ما بعرف شو الطريقة. جاب لي هوية حدا بيشبهني كثير. حدا بلغاري من بلغاريا. اوكي. طبعا تفاصيل اسمه إيفان وديماتروف حفظتهم لحد إسا حفظهم لأنه هذول كان تفاصيل إنه شخصيتي لازم أحفظهم. لازم تحفظهم. اوكي. فنطرنا طبعا أسبوع تقريبا. مهم. جاب لي كانت هوية تكت حدا الطيارة. هوية. قطعت تكت طيارة لوين؟ على إيطاليا. على إيطاليا. تعال خبرك قبل ما تخطينا فكرة. المصاري اللي حطيناهم بالمكتب إنه مع الكود مشان نبعثها للمهرب. طبعا طلع المكتب للمهرب. أكيد بدك. فاكتشفت بعدين إنه حاطين مصاري عنده. يعني إنه وصلتي ما متي على الطريق خلاص المصاري هذول واصلين. خلاص هو ضمن حقه. هاي نقطة. أوكي. فباليونان نفس الفكرة. قال لي تعال نحط المصاري بمكتب. قلت له خلاص ما تاخذ هاي المصاري المكتب. يعني إذا هنيك المكتب إلهم فهون أكيد المكتب إلكم يعني هاي المصاري وأكيد راح وصل يعني. مهم. فباليونان عطاني قال لي لازم تقص شعراتك مثل هاي الشخص يعني. مهم. هلا تفاصيل وجه بيشبهني شوي. مهم. قصة الشعر بدك تغير تو هيك زبط الأمور صرت بشبهه يعني طيب. تقريبا. فطلعت مش من مطار أثينا من مدينة بحد أثينا لأنه مطار أصغر والكنترول ما بيكون فيها مثل أنت بمطار كابيتال يعني عرفت إيه. شو. فحجز لي تكت طيارة. فقال لي بكرة طيارتك. طبعا طلعت رحت على هاي الجزيرة بباص. وأنا واصل على المطار دايركت. مهم. معي كل شيء الإقامة الغراض شنطايتي مجهز أموري خلص بدي سافر. طيارتي برحلتي على إيطاليا على مطار بحد روما. كمان مطار صغير مش مطار روما الأساسي. فوصلت. طبعا في طيارة نفس الرقم بتطلع كل يوم يوميا عند نفس الرقم تروح على إيطاليا. اوكي. فوصلت فتت على التفتيش بالمطار. أعطيتك الطيارة طلع فيها. قال لي أنت قلت له بدي سافر. قال بكرة.
فطلعت اصلا رايح قبل بيوم اني ما دققت ما بالتاريخ. طلعت. خلص ببالي انه ثقة مع هاي اول درس تعلمته انه خلص طيارتك بكرة. اوكي ما طلعت. تكت اصلا محطوط طبع لي اياه بورقة، ما طلعت عليه. طلعت ورجعت ووصلت. على أثينا أو ضليتك هني؟ لا ضليت بالجزيرة. أوكي. ضليت بالجزيرة، اخذت اوتيل ليوم ونطرت. ووصلت الرحلة. وصلت. شو صار؟ فثاني يوم رحت على هاي الرحلة، أمور تمام. طلعت أكدت رقم كل شيء، فوت كنترول، فتشوني. طبعا أني مش هون خطورة لوصل لعند موظفة الطيران تشوف تقارن بين البطاقة الاسم والشخصية. هلا هون بطل في إنه في حدا بيتفق مع حدا أو شيء، لأنه في ديوانو ديال إيطاليا ديال اليونان اللي كدير كنترول. والكنترول ديالها واش كان حقيقي ولا غير كيدوزو؟ هلا المطار اللي طلعت منه وصلت، حطيت اوراقي، فتشوا لي شنطايتي، واصلا ما عرف انه انا مش صاحب الشخصيه. هن بيعرفوا انه انت صاحب الهويه؟ هن على متاكدين أساس انه يعني. انا صاحب الهويه. أوكي. يعني مش شاكين انه انا والله هي مزوره او مش هويتي. فطلعت بالطيران. طبعا هي اصعب مواقف، لانه انا يعني مزور بطاقه حدا وطالع بالطيران، وانه شو عم اعمل يعني كيف. فطلعت، فبس وصلت على كرسي الطيارة ارتحت يعني خلص صار بس فاضل في إيطاليا إنه فاضل في كنت عم إيطاليا. تفكر بهيدا الشغلة أو خلص؟ أنا بإيطاليا كان خيي رح يجيبني من إيطاليا، فأنا صرت خلص بوصل على إيطاليا بزت كل شيء على خيي يعني برتاح إنه أصلا خيي عنده خبرة بأوروبا، بيروح بيجيب فأسهل. فبس طلعت بالطيارة وعرفت بدي وصل على إيطاليا وخيي بالمطار عم بيستناني، هون كانت برياحة عندي كثير، نفسيا كثير مبسوط يعني. فحتى بعت له صورة إنه ساعة ونص بكون عندك كل شيء تمام، كل شيء رواق. ووصلت بساعة ونص وكله تمام. وصلت بساعة ونص وكله رواق. حتى نزلت بالمطار بإيطاليا ما في كنترول. أخذت يعني شنطاية ظهر إنه ما في تنطري شنطايتك. فشاف لي الدي ان اي، طلع هيك وشاف لي الطيار اللي أنا جاي منه. طلعت شفت خيي طبعا بدون كنترول، بدون ولا شيء ولا شيء يعني اختراق ولا أسهل من هيك. فأصلا ارتحت إنه خلص هاي بطلع فيها بروح وبيجي ايمت ما بدي، معناته هاي خلص هاي أني يعني أني صاحب الهوية. فاقنعت حالي أصلا إنه أني هاي يعني بيحكوني أني. فوصلت على إيطاليا شفت خيي هون رياحة غير طبيعية يعني. أني هون مبسوط خلص، شفت خيي مرتاح. أصلا شو ما صار بضل بإيطاليا يعني خلص صرت قريب على إسبانيا. باقين رحلة بوصل على برشلونة. هيدا أسهل خطوة أكيد يعني هاي أسهل خطوة، لأنه أنا كنت مع خيي وكنت متفق مع خيي إنه شو ما بيصير بيلقطوني هون. كمان أنت خلص بأوروبا يعني بقدم لجوء هون بإيطاليا وبضلك يعني حماية إنسانية وخلص بقعد هون يعني. ما برجع بس خلص وراقب بيطلع بعيش عندك يعني. فاتفقنا على هالأساس. طبعا رحنا طلعنا على إيطاليا وضلينا هنيك. حجزنا تكت طيارة، وبهاي تكت طيارة نحنا من مطار روما. طبعا مطار روما أنا كنت أول مرة بتاريخ حياتي بشوف مطار بهاي الكبر. مطار روما جدا كبير يعني بضيعي فيه. فوصلنا على مطار روما سهل كثير. قطعنا تكت الطيارة، فتنا عم نستنى الطيارة، كثير رواق الأمور. فهون خيي في موقف هيك عم بقول لي إنه في حدا في اثنين عم بيراقبونا، فيمكن هذول يكونوا مثلا شرطة سرية كذا هيك. فنطلع هيك إنه شو شرطة سرية. فأنا خفت هون خلص بقيلي ساعة بوصل على برشلونة يعني. يلقطوني ببرشلونة خلص وصلت. صار التوتر 1000. فالحمد لله ما طلع في شيء خطير يعني. فوصلنا طلعنا فتت على الطيارة يعني. أصلا كان عندي ثقة أكثر من خيي يعني. فاتفقت أنا وخيي إنه قال لي أنت بتكون قدام وأني وراك، مشان إذا ما فوتوك أو خلص لقطوك على الجيت، فهون
بضل أني مشان نشوف كيف بدنا نحل المشكلة. ففت أني وصرت بالطيارة، وخي بعد ما وصل معي على الطيارة يعني وصلت وقاعدة بستناه. طبعا طارت الطيارة، وصلنا على برشلونة. فهون ببرشلونة أصلا إنه خلص شو ما صار حتى لو لقطوني، أصلا أنا جاي خلص سلم حالي هون، إنه أنا جيت تهريب بدي أعمل لجوء. بدي أعمل لجوء يعني. فكثير كان الموضوع إنه بس وصل لهون. وأصلا بس كنت بإيطاليا خلص بتغير عليك كل شيء. أنا مع خيي عم بحكي مع أكيد أمي، كل عم شيء، بتواصل كل مع شيء أهلي. حتى إحساسك وكذا كله بده يتغير. شعوري كثير مختلف وحلو خلص. تخطيتي هاي مع إنه يعني الرحلة بالنسبة إلي مش هينة. يعني هي هينة ومش هينة، وحلوة ومش حلوة، واللحظات اللي مش حلوة فيها بسيطة بس ذكرياتها حلوة. تركيا، اليونان، مرق على هيدا والطير الشيء. وهذا حلوة القصص. كم سنة هي مرقت على هيدا الموضوع؟ كثير. 2025 نحن يعني أكتر من 10 سنين. 11 أكتر من سنة. 10 سنين. أنا جيت 19 سنة عمري. واو. هسا هرمنا. قصة كتير حلوة. هلا أنا سمعت القصة ديالك قبل، يمكن ما قلت في الأول، كل مرة نسمعها كنحس براسي بحالي أول مرة سمعتها. بغيت نقول لك شكرا حيت شاركتي معايا ومعنا كاملين القصة ديالك. اليوم أنت بخير وأنت الأمور ديالك تمام في أوروبا الحمد لله. كنتمنى الأوضاع في سوريا تولي حسن يا رب إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله أهلك وأهل العالم كلهم السوريين يكونوا مناح حبيب.